سلام بنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد التحليه كتجي لذيذه بزاف، اللي هي ساهله وفي متناول الجميع وطيب كتوجد. عندنا الفلون ديال الفران. اول حاجه غادي ناخذ كاس الا ربع هنايا ديال السنيده، درتها في كاسرونه وخليتها على نار مهيله. كنبقى نحرك غير بيد ديال الكاسرونه، ما كنستعمل لا سباتولا لا معلقه د الخشب. كنبقى غير كنحرك باليد ديال الكاسرونه بشويه بشويه باش كيندمج هذاك السكر. فاش كيبدا يذوب كنخليوه كيف قلت لكم على نار مهيله بلا ما نخلطوه حتى كيبدا يولي كراميل. ملي كيبدا يولي كراميل عاد كنبداو نحركوه فيه شويه بشويه حتى كتحصلوا على اللون اللي بغينا. في هاد الاثناء خديت نص تاع الحليب، زدت عليه ساشي تاع لافاني ودرت واحد يفيض فوق البوطه. في نفس الوقت خديت بول درت فيها 4 ديال البيضات، طربتهم شويه مع كاس نص كاس ديال السكر سنيده. وهنايا هذاك الكراميل بعد ما وجد ولا اللون ديالو كيف ما شفتوا معايا زوين بزاف، ما تخلوش بزاف فوق البوطه باش ما يجيش محروق. كنحاول انني نديرو في هذا المول ونطلع هذاك الكراميل في الجوانب كامله. بعد ما خلطت البيض مع السكر مزيان، قلت لكم 4 ديال البيضات مع نص كاس ديال السنيده، خلطتهم مزيان وغادي نزيد عليهم دابا نص طور تاع الحليب اللي ضفت ليه ساشي تاع لافاني وخليته حتى كيغلي. من بعد ما غلا مباشرة كنضيفوه على البيض والسكر. كنحيدو هاد الكشكوشة. فاش نكونو كنضيفو البيض، عفوا الحليب نخلطو غير بشوية، والحليب نضيفوه غير بشوية، ما نديروش دفعة واحدة باش ما يطيبش معنا البيض. كنصبوه في مول كيف ما كان زاج اولا هذا اللي يعجبكم، وغنديروه في اناء اخر ونوضعو فيه الماء سخون، ضروري يكون الماء مغليان لان هذا الفلان كيطيب في الباماج. من بعد ما كيطيب انا تقريبا خدا معايا ساعة على نار مهيلة. آمم، باش تعرفوا أنه طاب يعني غتفوت تقريبا واحد 45 دقيقة. كديروا موس بحال غنقيسوا الكيك، إلا دخل الموس وخرج ناشف هذا عرفوا أنه راه طاب. خرج مازال فيه شي شوية ديال الحليب لاصق فيه، يعني مازال خاصو شوية تاع الطياب. من بعد غادي ندخلو للثلاجة. أنايا هنا راه طاب، عطيتو ساعة ديال المكانة بالحساب، دخلته نيشان للثلاجة تقريبا خد معايا، خليته حتى يبرد مزيان. من بعد ما كيبرد كناخد موس كندوزو من الجوانب باش يتحيد معانا بسهولة. وهداك الكراميل من بعد فهو كيكون سايح، واللي كيعاون ان هاد الفرو هذا يتحيد بسهولة من المول. كيولي الشكل ديالو كيف ما هذا كيجي لذيذ الصراحه، ما كيكونوش فيه دوك الفراغات في الوسط نهائيا، يعني كيجي كريمي، وحتى الطياب حتى هو كيلعب دور. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ساهله ولذيذه، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ومقادير اللي هي بسيطه. خليتكم على خير، وان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد ان شاء الله، ولكن هذه المره غادي نبداو في الحلويات ديال العيد ان شاء الله. خليكم معايا وما تنسونيش ديما من لايكاتكم ومشاهدة الفيديوهات ديالي، والى اللقاء.